صعب قوي كانت افلام لا صعبة انا ما أوي. بفهمش انا، ما تفهميش. بس دنيا شاطره انا في الكنافه. طب خبر الدوري في الساعات اللي فاتت فرح كل جمهور ومحبين عائلة الفنان سمير غانم بعد ما انتشر خبر حمل الفنانة إيمي سمير غانم. عساف، وانا اشتغلت مع حمد في مشروع. كمان في انباء بتقول ان دنيا اختها هتستقبل مولودها الجديد قريب، ومصدر مقرب من عيلة الفنان الراحل سمير غانم اكد الخبر لكل المتابعين وجمهور ومحبين دنيا وايمي سمير غانم. بعديها على طول الفنانة ايمي اتصدرت محركات البحث بعد ظهورها في مهرجان البحر الاحمر السينمائي اللي اقيم في جده. كانت لابسه لبس فضفاض وكان باين عليها ملامح الحمل، ولكن الجمهور ما كانش متاكد. ولكن طلع جوزها الفنان حسن الرداد واكد في لقاء صحفي اثناء ما كان متواجد معاها في الحفله، واكد حملها للمره الثانيه، وفرح جمهور ومحبين الفنانه ايمي سمير غانم. سالوا احد الصحفيين ورد غير مباشر، ولكن كان باين عليه الفرحه بانتظار مولوده الجديد. كمان في خبر مفرح ان هنشوف الفنانه ايمي سمير غانم وجوزها حسن الرداد في رمضان 2025 في مسلسل مكون من 15 حلقه اسمه عقبال عندكم. هيكون دراما كوميدي، وده بعد غيابهم عن دراما رمضان ل5 سنين فاتت. ما تنساش تحط لايك للفيديو عشان يوصلك كل الاخبار الجديده. اشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد.